باعترف إن أنا مش متابعة جيدة للمنافسين أو لصفحات الaccessories التانية. لكن مؤخرًا كده ظهر قدّامي طبعًا ده موسم بقى السبح، رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. ناس كتير بتنزّل سبح الفترة دي، فلقيت في خناقة كده دايرة على الصفحات يعني. حد مثلًا نزّل سبحة بتتلبس أسورة، فيقول لك إيه ده اختراع، أنا اللي عملته يعني، أنا اللي انفردت بيه، فخلّي بالكم يا جماعة أنا باتقلد ويالّا قلّدوا براحتكم وكده يعني. حد مثلًا عمل صفحة تانية ردِّت عليها، عملت سبحة بتتلبس كوليه، سلسلة يعني تتلبس في الرقبة، وبرضه راحت قايلة نفس الكلمة يالّا قلّدوا براحتكم وكده. صفحة تالتة مثلًا راحت إيه، عاملة سبحة حطِّت فيها دلاية عليها اسمها وعليها صورة، وراحت برضه قالت إيه، إحنا بننفرد بالاختراع العظيم ده، وأنا حطيت الدلاية يا جماعة في السبحة، وتقدروا تلبسوها أسورة، وتقدروا تعملوها سبحة 99 وتلبسوها كوليه وكده. فأنا عايزة أقول لكم يا جماعة الموضوع مش مستاهل. أنا السبح عندي ال33 وال99 اللي بتتلبس كوليه على البيج بقالها 4 سنين، وعمري ما طلعت قلت يا جماعة ده اختراع وأنا اللي عاملاه، لأن أنا دايما بقول يعني أكيد حد عمل ده قبلي. فمثلا سبحة 33 بتتلبس أسورة، طب أنا بقالي 3 سنين أيام ما كانت السبحة ببيعها ب 120 جنيه و110 جنيه، بقول دايما سبحة بتتلبس أسورة دورين دايما، واعملوا سيرش على البيج وشوفوا. السبح المميزة، الأحجار المميزة شوية، بحط فيها مثلا فواصل دروزي ودلاية مميزة لولي مثلا، وأقول سبحة بتتلبس عقد. السبح الرجالي عاملها تتوسع وبتتضيق، سبحة بتتلبس أسورة 4 أدوار، بتتلبس سلسلة. هل قلت ان ده اختراعي مثلا وما لقيت حد تاني عمله وقلت انتوا سرقتوه مني؟ الدلايات بقى، السبحة اللي عليها اسم، يا نهار ابيض، ده مفيش حد في مصر ما عملش سبحة عليها اسم بتاعه. ده مش اختراع يا جماعة، ده سبحة. انا رحت ورشتي او في ورشة ما حطيت اسم. طب ما دي مش اختراع، مش مستاهل خناق، ولا بس مش مستاهل خناق خالص، مش مستاهل ان احنا نقول دي فكرتي. لان لا يعني لو هدافع عن نفسي بقى مثلا، مش هتكلم لسان الاخرين. دي عندي بقى لها 3 4 سنين على البيج، والناس بتطلب مننا سبح وتقولي ايه عايزه احط اسم. ماشي مفيش مشكله، احط لك اسم، ويا ستي هعملها لك كمان تتلبس اسوره وتفرح جدا. فعايزه اقول لكم ده مش اختراع. الاختراع بقى اللي نزعل منه ايه، او الحاجه اللي نزعل مننا ايه، لما تكوني مثلا عامله كوليه تعبانه فيه فكره بقى جديده، وتلاقي غيرك مقلده. ده اللي يضايق. انا نفسي مؤخرا كده ظهرت قدامي بيج توارد الافكار مش ممكن يكون بالطريقه دي، يعني مش ممكن يكون نفس الدلايه ونفس الحجر ونفس الفواصل ونفس رصة الاحجار، مش ممكن. لا ده بقى كوبي بيست. فعايزه اقول لكم يا جماعه الحمد لله السباحه عندنا طول السنه بننزل سباح جديده، مش سيزون بقى رمضان او كده، لا السباحه عندنا طول السنه. عندنا بنعملها اسوره دورين من بقالنا 4 سنين اول ما ابتدينا نعمل سبح. من السباح الاسوره الاربع ادوار موجوده عندنا برضو بقالها حبه حلوين. السباح اللي هي بتتلبس سلسله او كوليه برضو موجوده عندنا. ده مش اختراع. وشكرا ومع السلامه.